السلام عليكم، اهلا بكم كل متابعين ملك الكرة في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. كلام كتير ولغط واقاويل واجتهادات حول اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني المصري. بعض الاجتهادات قالت ان حسام حسن هو المرشح الاول لتدريب المنتخب الوطني كمدرب وطني بتوصية من وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي. انا مش عايز اقول ان حسام حسن لا يصلح، لكن حسام حسن تصادمي. اتمنى اذا تم اختيار حسام حسن كمدرب وطني مخلص ان هو يتم يعني اجتماع معاه، او يتم اعطائه بعض التوجيهات والتعليمات في التعامل مع اللاعبين، لان كتير جدا جدا خايفين ومتخوفين ومرعوبين من تعامل حسام حسن، مش مع الاعلام والصحافه لكن كمان مع اللاعيبه. لما كان مدرب المصري قبل كده فتره طويله، او كان مدرب لعديد من الانديه. اتمنى ان ده يحصل على ارض الواقع. حسام حسن مدرب كبير جدا، وليه اعتقد اللي هيعمل مجد ليه، لكن بعيدا عن العصبيه، واختيار العناصر المميزه للمنتخب والتعامل طبعا مع صلاح واللاعيبه المحترفين. لازم يبقى له قواعد معينه، ما ينفعش ان انت تبقى تصادمي مع اللعيبه المحترفين، وخاصه مع محمد صلاح، لان تصريح حسام حسن في نهايه قال محمد صلاح ما كانش يلعب مع المنتخب، مستواه لا يأهله. مش الكلام ده طبعا ما ينفعش، لا يصح عن مدير فني بحجم حسام حسن مع لعيب عالمي بحجم محمد صلاح. اتمنى ان ده يحصل على ارض الواقع. وكيروش، انا ضد عوده كيروش لتدريب المنتخب مره اخرى، وهيرفي او رينارد هو المدرب الممتاز المتوقع في حاله عدم الاتفاق مع مدرب وطني، يبقى هو اصلا. نشوفكم ان شاء الله على خير مع اطلاله جديده مع ملك.